بيبدأ الفيلم في مدينة أريزونا الأمريكية مع 2 كبار في السن، رونالدو وماري، راجعين مدينتهم من تاني وفرحانين بس مش لفترة طويلة لأنهم في مدينة الوحش الزاحف، وبيلاقوا عربية نقل كبيرة وراهم. بيفتكر رونالدو إنه عايز يسابقهم في الجري ولا حاجة، بس بدأ يرخم عليهم وبيحاول يخبطهم، وفجأة سابهم ومشي وهم مش عارفين مين المجنون ده. ولو بياخد أجسام بشر متكفنة وميتة وبيحطها في حفرة خاصة بالبيت بتاعه، ومستغربين الراجل ده ماله. وقرر رونالدو يكتب اسم النمر بتاعت العربية عشان يبلغ عنه الشرطة، بس الفضول ملأ قلبه وقرر انه لازم يروح بيت الوحش ويعرف كان بيرمي ايه في المواسير الغريبة دي. وصلوا البيت اللي شبه الكنيسة القديمة وراحوا على المواسير، لقوا الجثث ميتة كالعادة ومخزنهم الوحش الزاحف في الماسورة. نروح نشيس مع حبيبته لينا رايحين أريزونا للاحتفال بالهالوين. بيحكي لين حبيبته عن الوحش الزاحف اللي بيظهر كل 23 سنة عشان يصطاد البشر ويخزن الجثث بتاعتهم، وهي مش مصدقة ومعتبراه أسطورة، على عكس شيس اللي مؤمن بالقصة بتاعته قوي. حست بحالة ترجيع وراحت الغابة، وشيس محضر لها مفاجأة وهي خاتم عشان يخطبها رسمي. في الوقت ده بقى وفي أحد مقالب الزبالة خرج الوحش الزاحف من سباته بعد 23 سنة جعان. روح لواحد غني اسمه سام وجاي أريزونا عشان يسبق شيس ولين على الحفلة. راح يعمل حمام في الغابة، ولكن الوحش الزاحف كان استرجع قوته. كمل شيس ولين الطريق لساحرة غريبة في أريزونا اسمها مانيلا. طلبوا من مانيلا تعرفهم مكان حفلة الهالوين لأنهم مش لاقيين الموقع بتاعها على الGPS، فبتقول لهم إن مكان القرية اللي فيها الحفلة مش موجود على الGPS أصلا، وبتديهم خريطة توصف لهم الطريق. وبتلمس إيد لين بالصدفة وبتكتشف إنها حامل، وتقول لهم قبل ما يمشوا مبروك، وهم مش بيفهموا حاجة. بيوصلوا للفندق ومستنيين الفرصة المناسبة لتقديم الخاتم للين، وهي عمالة ترن على سام ولكنه ما بيردش وما تعرفش ان هو مات خلاص. عملت اختبار حمل واتصدمت انها فعلا حامل زي ما مانيلا قالت لها بالظبط. والوحش الزاحف استجمع قوته ولبس الزي بتاعه وراح على عربيته المشهورة بيجمع منها أسلحة عشان يصطاد بيها البشر اللي هيبقى عددهم كتير جدا في الهالوين. الشباب كلها بيحتفلوا بالهالوين ومستمتعين على الآخر، وواحد بيخرج يشرب سيجارة في الغابة ويعاقبوا الوحش الزاحف وبيعلقوا على الخطاف في وسط الشجر. وشيس في المهرجان لمح عرض حتف الأدوات الحد على دمى الهالوين، لقى صاحب اللعبة اسمه ستو ويدو عليها دم. بيقول لهم ما تقلقوش دي بس بسبب تحضيرات المهرجان مش أكتر. وهنا ستو دعاهم لحفلة بيت الرعب، ودخلت مانيلا غرفة الإعداد وراحت على قرعة اختيار متسابقين بيت الرعب اللي لو خرجت منه قبل الفجر هتكسب جايزة كبير. رمت مانيلا كل أوراق المتسابقين وحطت رقمين بس في الصندوق، ومنظمين المهرجان مشغولين باختفاء بيتر اللي الوحش الزاحف علقه على الخطاف. جيمي بتعلن أسماء اللي فازوا بقرعة بيت الرعب وطلعوا شيس ولين، وده بفضل مانيلا اللي شكلها ناوية على شر. دخل شيس ولين الاستوديو عشان يجهزوا نفسهم، وبيجي لهم مدير التصوير مايكل عشان هيرفعوا الفيديو على النت، وخدهم للعربيه بتاعت النقل للبيت الرعب اللي السواق بتاعها ستو. في الوقت ده الوحش بوظ اشاره النت والتليفون، ونروح للمصور باتريك وهو بيصور في الغابه. ولما ركز فيها طلع الوحش الزاحف، بس حاول يقنع نفسه ان ده اكيد واحد متنكر اللي عمل كده. وصلوا لمقابر بيت الرعب، ارواح كتير ماتت هنا وكلها بتصطاد اللي بيدخلوا البيت، ولكن الارواح الشريره مش المشكله لان في اعلى مكان في المنطقه الوحش الزاحف مراقبهم، والمصور باتريك والوحش الزاحف قتله. وشيس ماشي مع لين في المقابر، لا ده انسب مكان عشان يديها الخاتم، وبينزل على رجله بيقول لها تتجوزيني. الوحش الزاحف جه وخطفها منه، والباقيين بيدوروا على المصور بتاعهم. باتريك لقوا الكاميرا بتاعته ودموا عليها، ولقوا شيس بيجري عليهم وبيقول لهم ان الوحش الزاحف حي وخطف لين وانه هيروح يبلغ الشرطه. باقي الشباب دخلوا البيت يحتموا فيه، ولين بتبقى جوه البيت ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه في مكان غريب، والوحش الزاحف جالها وعمال يشم فيها وحس انها حامل وعايز ياكل الجنين بتاعها عشان يرجع شباب من تاني، وجاب السكينه وعورها. ودخل الباقيين البيت ينادوا عليها ما بتردش، وفجأة الباب اتقفل عليهم بواسطة الساحرة مانيلا ورفقائها اللي قدمهم كلهم كتضحية للوحش الزاحف عشان ياكلهم. الوحش الزاحف هنا كان هيقتل لين، لكن لما بيحس انيهم بيسيبها وبيخرج علشان يخلص عليهم. الشباب حسوا بالوحش الزاحف بيكسر عليهم الباب، خافوا منه قرروا يطلعوا يستخبوا فوق. جيمي لقى الدم بينقط عليها من فوق السقف، ولما بيبصوا بيلاقوا جثة سام اللي الوحش الزاحف قتله في الاول خالص.
وفجأة الوحش جالهم وضربوه بالنار، بوظوا له ايده وهربوا بسرعة. بس الوحش الزاحف خد ايد سام اللي قتله وكلها، وبالتالي ايده هتتجدد من تاني. ولين مربوطة على السرير وبتحاول تحرر نفسها، لقت السكينة اللي الوحش الزاحف سابها جنبها، خدتها ونجحت انها تحرر ايدها، لكن كانت حاسة بالألم وبتصرخ على اي حد يسمعها. والشباب كلهم بيحاولوا يهربوا من الوحش الزاحف. لين لمحت شباك غريب فوقها، راحت وقفت على الترابيزة ونجحت توصل للشباك. لما الشباب كلهم جريوا تاهت جيمي عنهم وراحت تستخبى في غرفة لوحدها، ومسكت تليفونها بتحاول تطلب المساعدة. بس الوحش الزاحف قطع خطوط النت والتليفون، وفجأة هجم عليها الوحش وخد منها حتة من شعرها وقدرت تهرب منه. قابلتهم وقالت لهم ان كلنا هنموت هنا. شيز بيقول لها ان احنا ما عندناش الا حلين، يا هنموت الوحش يا هنستنى 23 يوم بتوع الصيد يخلصوا، وده طبعا مستحيل. بيحسوا بحركة فوقيهم، وفجأة بتطلع لين وتقول لهم الوحش عايزنا انا عشان الجنين اللي في بطني ولازم نقتله. بيطلعوا فوق وبيكملوا هروب. مايكل بيلاقي تليفون ارضي، ولما بيروح عليه بيطلع فيه فخ ورجله بتتصاب. وراح شيس عشان يكلم الشرطة عن الوحش الزاحف، لكن ما بيصدقوهوش وبيفتكروه سكران. وفجأة التليفون بيتشد وبيخافوا جدا وبيسندوا مايكل وبيكملوا هروب. بيقول ستولين لو خرجنا برا البيت هنبقى فريسة سهلة جدا للوحش الزاحف، ولو قعدنا هنا برضو هنموت. لين بتقول له لازم نقتله، وفجأة بيكسر عليهم الباب وبيقتل جيمي. ولما بيهربوا بيوصلوا لغرفة غريبة فيها أدوات طقوس شيطانية. لين بتجيلها خيالات إن الوحش هيقتلها، وشيس بيحس إن الوحش اختفى، ولكن لما بيبص كويس الوحش بيبص عليهم وبيعمل صوت غريب خلاهم كلهم يجيلهم صداع. والوحش الزاحف خد جثة وعمال بياكل في عقلها عشان يقوي نفسه. وهم في الغرفة شموا ريحة وحشة أكنها ريحة جثث متحللة، وبصوا على السقف لقوا دم بينزل عليهم، وكلهم بيقرروا يروحوا يقتلوا الوحش. والخطة هي كالآتي: هيروح مايكل مع ستو يشدوا الوحش للين وهي تتكفل بالباقي. ولما راح مايكل وستو الوحش قتل مايكل، بس نجح ستو يطعن الوحش ويكسر عليه الآلة الموسيقية بتاعته. الوحش اتضايق جدا ونزل ستو استخبى جنب شيس، والوحش لقى لين قدامه مستسلمة ليه عشان ياكل الجنين بتاعها. ولما بيروح لها بيطلع فخ، ولين بتطعنه وبترمي الخنجر على عينه بتأميه. وبينتهز ستو وشيس الفرصة وبياخدوا الرمح اللي على البيت وبيحدفوه عليه، والوحش بيموت. بس فجأة الغريبة بتيجي وبتهجم على ستو وبتوقعه وبيموت. وبينزل شيس ينقذ حبيبته لين منهم، ولما بيبصوا بيلاقوا الغريبة خدت الوحش واختفت. والشرطة جت بس دايما متأخر كالعادة، وعين لين بقت سودة وشكل الطقوس الشيطانية بتاعت مانيلا اشتغلت عليها. أما بالنسبة للوحش الزاحف الغريبة خدته للمخبأ عشان يجددوه ويبعثوه من جديد. وبيخلص الجزء الرابع لحد هنا.